منظومات باتريوت ممكن تكون أهم منظومة سلاح لأوكرانيا في الوقت الحالي، وأوكرانيا بتضرب البنية التحتية الروسية تقريباً كل ليلة، ويبان أن رد الكرملين الوحيد هو إنه يطلق طيارات مسيرة وصواريخ باليستية على كييف. أوكرانيا تقدر تتعامل مع هجمات الطيارات المسيرة بشكل كويس، لكن الصواريخ الباليستية موضوع تاني خالص. كتير من أنظمة الأسلحة لها بدائل فعالة، بس منظومات باتريوت حالة خاصة لوحدها. وعشان كده زيلينسكي فضل يواصل التقرب من ترامب رغم أن ولايته الثانية كانت مليانة مشاكل. واضح أن إصرار زيلينسكي جاب نتيجة في الآخر. مبارح في قمة الناتو السنوية ترامب أعلن أنه هيدي أوكرانيا الضوء الأخضر أنها تبدأ تصنع منظومات باتريوت جوا البلد. بس الموقف ده كله بيطرح أسئلة أكتر ما بيجاوب عليها، وكمان حصلت حاجات تانية كتير مثيرة للاهتمام في القمة. فخلينا النهاردة نبدأ ونفكك قصة باتريوت كلها، وبعدين هنشوف إزاي إنفاق الناتو اتغيرت من قمة لاهاي السنة اللي فاتت. وده بيخلينا ننتقل كويس لقصة أسبانيا الغريبة اللي رجعت تاني في مرمى ترامب. وبعدين هنشوف الإعلان النهائي للقمة قبل ما نخلص مع قصة القمة الجاية الغريبة. بس يلا نبدأ بإعلان منظومات باتريوت. الإعلان ده غريب لأنه في الحقيقة ما كانش إعلان بمعنى الكلمة. بالعكس، ترامب وزيلينسكي كانوا بيعملوا المؤتمر الصحفي المعتاد لمدة نص ساعة كبداية لاجتماع خاص أطول. وعكس اللي حصل من سنتين في فبراير، الجو كان ودود جدا، حتى إنهم اتريقوا على المشادة اللي حصلت في المكتب البيضاوي واللي كان له تأثير على علاقتهم كلها من وقتها. ترامب جر زيلينسكي لنكتة القمة وسأله إذا كان مهتم يقابله في موسكو عشان محادثات السلام. زيلينسكي رد وقال إنه ده حيكون خطر، مش عشان ممكن يشرب كوباية شاي غلط، لكن عشان الطيارات المسيرة الأوكرانية كانت بتطير حوالين المدينة كلها. الكلام ده خلى الناس تضحك في القاعة، بس النقطة دي طالعة من منطلق جاد جدا. بوتين بيقضي معظم وقته برا موسكو على حسب التقارير، ويمكن ده جزئياً بسبب الخطر ده. ترامب كمل بكلامه ومدح برنامج الضربات بعيدة المدى بتاع أوكرانيا. كنقطة عامة هنا، ترامب بيحترم القوة. الانهيار اللي حصل في المكتب البيضاوي في فبراير 2025 ما كانش بس نقطة منخفضة دبلوماسياً، لكن ممكن نقول كمان إنه كان أقل نقطة عسكرية لأوكرانيا. مع إن التعليق عن الكروت كان سخيف، لكنه كان فيه قدر من الحقيقة. ترامب عايز يدعم اللي هيكسب، وحملة الضربات بعيدة المدى اللي مدعومة بمعلومات استخباراتية أمريكية عن مواقع الدفاعات الروسية فعلاً ممكن تخلي أوكرانيا هي اللي تكسب. أما بالنسبة للباتريوت، الإعلان كان في الحقيقة مجرد تعليق عابر. سأل صحفي إذا كان ترامب هيسمح لأوروبا بتوسيع إنتاج الباتريوت. وقتها قال ترامب للحاضرين إنه واحدة من النقاط اللي حيناقشها في حديثه الخاص بعد كده مع زيلينسكي هتكون عن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج الباتريوت. وبعدين بنلاحظ مدى سخافة اللقاءات الصحفية دي. الإعلان ده كان ليه تأثير كبير جداً. ومع ذلك على طول السؤال اللي بعده اتوجه لنهاية وقف إطلاق النار مع إيران. عدى أكثر من 10 دقائق قبل ما يكون فيه متابعة قصيرة بخصوص إجراءات الترخيص. تفاصيل ترامب كانت غامضة، وعلشان كده الإعلان أثار أسئلة أكثر ما جاوب عليها. في دولتين تانيين حالياً معهم ترخيص لإنتاج منظومات باتريوت. اليابان عندها خطوط الإنتاج شغالة، وألمانيا المفروض تبدأ الإنتاج السنة الجاية. الجدير بالذكر إنه اليابان أخذت سنتين من أول ما أخذت الترخيص لحد ما أول باتريوت يطلع من خط الإنتاج. وفي نفس الوقت ألمانيا بدأت في 2024، يعني إحنا بنتكلم عن 3 سنين لو كل حاجة مشت حسب الجدول. وبالتالي ممكن تتوقع إنه حيكون في فجوة زمنية طويلة قبل ما أوكرانيا تبدأ تنتج ألافن بتاعها بنفسها. وبالنظر للسرعة اللي الناس فاكرة إنه بوتين خلص بيها، الواحد يتساءل إذا كانوا هيبدأوا يشتغلوا أصلاً قبل ما الصراع ينتهي. مع ذلك أنا شايف إنه الجداول الزمنية دي مضللة. لما تكون في حالة سلام دلوقتي طبيعي إنك تكون حريص في عملية الإنتاج بتاعتك.
مش عايز يكون عندك عيوب في كل الصواريخ اللي مخزنها من غير ما تاخد بالك لحد ما يجي وقت استخدامها فعلا. ضيف على كده البيروقراطية والتنظيمات الغربية المعتادة، وده السبب إن الحاجات دي بتاخد سنين. وعلى العكس، أوكرانيا مش فارق معاها البيروقراطية والتنظيمات دي خالص. حتى صواريخ باتريوت اللي نسبة فشلها عالية نسبياً عادي يستخدموها، لأن البديل إن صاروخ باليستي روسي يضرب مبنى عندك. أوكرانيا تفضل يكون عندها فرصة 50% تسقط صاروخ دلوقتي عن إنها تستنى 3 سنين ويبقى عندها نسبة نجاح مضمونة. اللي ممكن يكون العائق الأصعب هو إجراءات الترخيص. عادة ترخيص الأسلحة زي ده بيبدأ إن المستورد يدفع للمصدر رسوم ترخيص مقدماً، وبعد كده هيكون في مدفوعات إضافية للمقاولين عشان ييجوا ويساعدوا في تركيب الأنظمة، ورسوم امتياز عن كل واحدة بتتنتج، والأهم من كده بيع مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع النهائي. بالنسبة لأنظمة الأسلحة المعقدة زي باتريوت، البلد المستلم غالباً ما بينتجش النظام بالكامل. جزء من ده عشان يدي الحق لمانح الترخيص إنه يوقف الإنتاج لو حب. مع ذلك الجزء الأكبر هو إنه تصنيع كل المكونات ببساطة مش ممكن. البلد اللي بينتج ممكن ما يكونش عنده القدرة على تصنيع مكونات متخصصة زي الرقائق الإلكترونية. وعلشان كده زي ما الوضع دلوقتي، أنا أعتقد إن باتريوت هيطلع من خطوط إنتاج أوكرانيا في المستقبل. اللي مش عارفه هو أوكرانيا هتصنع إيه بالظبط في الموقع، وبرضه مش عارف مين اللي هيدفع تمن كل ده. أوكرانيا ما عندهاش الفلوس تعمل كده، وأنا أشك إن ترامب كان بيعمل ده من طيبة قلبه. ده هيخلي أوروبا هي اللي تدفع، غالباً من خلال مبادرة بيرل بتاعة الناتو. أنا أظن إن عواصم كتير هتكون مبسوطة تدعم المجهود ده، على أمل إنها تشتري منظومات باتريوت من أوكرانيا بعد الحرب. بس لحد دلوقتي مفيش تفاصيل عن الموضوع ده. في نقطة أخيرة، أوكرانيا هتكون مضطرة تحمي منشأة الإنتاج، وده بيخلينا نسأل إذا كان كل ده ممكن يتعمل بشكل أفضل في بولندا مثلاً، اللي روسيا مش هتكون عايزة تقصفها علشان ما تفعلش المادة 5. أنا أظن إن جزء من الموضوع ده إن أوكرانيا بتفكر في الوضع بعد الحرب، وقتها ممكن تصدر منظومات باتريوت. وبرضه لو أوكرانيا بتحاول تخلص إنتاج منظومات باتريوت بأسرع طريقة ممكنة، ممكن يحتاجوا يعدلوا كتير بعد الحرب علشان يضمنوا إن صواريخ باتريوت اللي عندهم تبقى على نفس مستوى معايير الناتو. في كل الأحوال دي تفاصيل. الخلاصة بالنسبة لأوكرانيا إيجابية. كانت قمة عظيمة لزيلينسكي، وده بيكمل السنة الرائعة اللي هو بيعيشها بشكل عام. ننتقل للموضوع اللي بعده. أعتقد إننا ممكن نحط ده في سياق الوضع الأوسع للإنفاق العسكري داخل الناتو. هنا خريطة للدول الأعضاء بتوضح الإنفاق العسكري الحالي لكل دولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. روسيا وأوكرانيا موجودين للمقارنة. أيسلندا صغيرة جدا لدرجة إنها ما عندهاش جيش تصرف عليه أصلا، بس الجزيرة بتساهم بطرق تانية، وكمان هي مكان ممتع للزيارة، ولازم تجرب تروح هناك في يوم من الأيام. على أي حال، هتفتكر إن في سنة 2014 الحلفاء اتفقوا يصرفوا 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بعد كتير من التسويف والمماطلة، حتى بعد ما بدأت روسيا غزو أوكرانيا. قمة لاهاي السنة اللي فاتت شهدت زيادة في الالتزام ل5% من الناتج المحلي الإجمالي، منهم 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي، وكمان 1.5% إضافية على البنية التحتية العسكرية المتنوعة. لو رجعنا للخريطة، ده تحديداً الجزء الخاص بالإنفاق الدفاعي الأساسي. 5 دول بالفعل وصلت الهدف ده قبل موعد نهاية العقد بكتير. ليتوانيا بنسبة 5.33%، إستونيا بنسبة 5.10%، لاتفيا بنسبة 4.92%، بولندا بنسبة 4.68%، واليونان بنسبة 3.65%. الدنمارك اللي هي الدولة السادسة قريبة جدا من الهدف بنسبة 3.49%، وده جزء كبير من سبب إن الجو في القمة كان متفائل جدا السنة دي. مع ذلك لسه في مجموعة من الدول واقفة مكانها عند أو قريب من 2%. فرنسا
يمكن تكون الأبرز من بينهم بنسبة 2.22%. افتكر إنه فرنسا عندها مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بس هي مش بتصرف زي ما المفروض. ده ممكن يكون مقارنة مش عادلة شوية، بس أوكرانيا اقتصادها تقريباً 1/30 من اقتصاد فرنسا، ومع كده دلوقتي بتصرف على الجيش أكتر من فرنسا. سلوفينيا هي الدولة الوحيدة اللي أقل من تعهد ويلز. ممكن تستغرب لما تسمع ده دلوقتي، لأنك هتفتكر لو حد متأخر قوي كده ترامب كان هيكون بيصرخ بأعلى صوته عن الموضوع ده. ومع ذلك هو فضل ساكت. لا، مش عشان ميلانيا أقنعته يتساهل مع بلدها، لكن السبب الحقيقي إنه مفيش خلاف سياسي في سلوفينيا بخصوص التزام لاهاي. في حكومة جديدة جاية وناوية تزود الإنفاق بما يتماشى مع كده. عشان كده مفيش حد قلقان، والنقاش حوالين الموضوع ده قليل جدا. فعلا لو بصيت على التغيرات في الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هتلاقي إن فيه تقدم كبير حصل خلال السنة اللي فاتت. كتير من الدول تظهر نمو سنوي أكثر من 10%، وخصوصا دول البلطيق متحمسين جدا إنهم يتحركوا بسرعة. وده فعلا معناه كتير، لأن دول البلطيق كانوا أصلا بيصرفوا كتير السنة اللي فاتت. مع ذلك في استثناء واحد ملحوظ لسه موجود: إسبانيا. يلا نشوف الموضوع ده كجزء ثالث من كلامنا النهاردة. في قمة لاهاي كانت إسبانيا هي الدولة الوحيدة اللي رفضت تعلن نيتها تصرف 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ممكن تفتكر إني من الحاجات اللي عرفتها وأنا في قمة لاهاي إن 5% دي ما كانتش رقم عشوائي. بدل كده المخططين العسكريين في الناتو حسبوا إيه اللي محتاجينه عشان يوقفوا روسيا، وبعدين استخدموا تكلفة المعدات دي عشان يطلعوا النسبة من الناتج المحلي الإجمالي اللي هتغطي كل حاجة. رد إسبانيا كان إنها تقدر تنتج حصتها من الردع ده بنسبة 2%، وده بيخلي 5% زيادة عن اللزوم. لسه مستنيين نشوف إيه الورقة الرابحة اللي عند إسبانيا اللي بتديها مضاعف بمقدار 2.5 في الإنتاج العسكري الإسباني تحديداً. وها إحنا النهاردة مع إسبانيا عند بالضبط 2%. استياء ترامب من إسبانيا مع ذلك أخذ اهتمام أكثر بسبب حرب إيران. الحكومة الإسبانية رفضت تسمح للولايات المتحدة تستخدم القواعد الإسبانية كجزء من العمليات اللوجستية لنشر القوات العسكرية في الخليج. كل ده وصل لذروته في القمة لما ترامب قال إن الولايات المتحدة هتقطع التجارة مع إسبانيا. طيب، الرد الشائع على تهديد ده في التعليقات على الإنترنت هو إن التجارة مع الاتحاد الأوروبي مش بتشتغل بالطريقة دي. تحديداً الاتحاد الأوروبي عنده تشريع اسمه أداة مكافحة الإكراه، وده دخل حيز التنفيذ في 2023. وقتها الهدف الضمني منه كان إضعاف قدرة الصين على استخدام التجارة كورقة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي كل واحدة لوحدها. نظرياً الأداة دي بتجبر الدول الخارجية إنها تعامل كل دول الاتحاد الأوروبي بنفس الطريقة. يعني لو الولايات المتحدة قطعت التجارة مع إسبانيا، يبقى الاتحاد الأوروبي كله يقطع التجارة مع الولايات المتحدة بالكامل. خليني أوضح الأول إن ترامب هدد بنفس الحاجة من كم شهر وما نفذش تهديده. ممكن جدا نشوف نفس السيناريو بيتكرر دلوقتي. مع ذلك أداة مكافحة الإكراه مش بسيطة زي ما الناس متخيلة. مفيش تنفيذ تلقائي للآلية دي. بالعكس، ده بيتطلب تصويت بأغلبية فائقة جوا الاتحاد الأوروبي، تحديداً 55% من الأعضاء اللي بيمثلوا على الأقل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. غالباً هياخد شهور من الإجراءات البيروقراطية عشان يتم، لأن ده بالضبط أسلوب عمل المؤسسات الأوروبية. في كل الأحوال الموضوع بعيد تماماً عن كونه مضمون. أعضاء تانيين في الاتحاد الأوروبي ممكن يقلقوا إن الولايات المتحدة هترد عليهم بسبب دعمهم للأداة دي. وفيه ناس تانية ممكن يتضايقوا من أسبانيا بسبب الإنفاق العسكري اللي سبب جزء من المشكلة. هم في الأساس هيبقوا بيدمروا علاقاتهم التجارية مع الولايات المتحدة علشان يحموا حق أسبانيا في إنها ما تساهمش في التحالف. ولو كنت فاكر إن الأداة دي هتكون مضمونة، اسأل نفسك السؤال ده: ليه محتاجة تصويت أصلاً؟ السبب هو إن الدول الأعضاء مش عايزين يبقوا رهينة لسياسات سيئة من دول أعضاء تانية. دي واحدة منهم؟ هنشوف.
الجانب الثاني هو إنه الدول الأوروبية بتدعم أكثر قرار إسبانيا بخصوص حرب إيران. كل مرة ترامب بيربط سياسة التجارة الإسبانية بده، هو كده بيخرب أكثر قدرته على إنه يضغط على إسبانيا. وفي نفس الوقت رد إسبانيا كان هو الصح، إنها تتجاهل ترامب وتهديداته بشكل أساسي. ممكن دول أكثر تتعلم من المثال ده. وبالمناسبة ترامب كمان رجع يفتح موضوع جدل جرينلاند في القمة. المرة دي الدنمارك تعاملت مع السخافة دي زي ما هي، واكتفت برد فعل أهدى بكتير. ترامب ما عندوش أي قدرة حقيقية يعمل حاجة هناك، فعشان كده الأحسن نسيب التهديدات الفاضية دي وخلاص. عشان نقرب نخلص كلامنا النهاردة لازم نتكلم عن إزاي أنهوا القمة بإعلانهم السنوي. أنا بوصف المحتوى إنه زي العادة، ما عدا إنه للسنة الثانية على التوالي محتوى الوثيقة كان أقصر. النقطة الأولى أكدت من جديد على المادة الخامسة التي لا تقبل المساس زي ما دايما بيحبوا يعملوا. النقطة الثانية كانت بتوصف التقدم المرضي ناحية التزام لاهاي زي ما شرحنا قبل كده النهاردة. النقطة الثالثة ناقشت نقل المسؤولية الأساسية عن أمن أوروبا للدول الأوروبية مع مساعدة من الولايات المتحدة لتنسيق العملية دي. الكلام ده بيحصل ورا الكواليس بقاله أكتر من سنة دلوقتي، حتى مع أن التقارير الإعلامية بتتوه في الجدل. النقطة الرابعة بتعلن بشكل واضح أن أوكرانيا لسه جزء أساسي من أمن عبر الأطلسي. النقطة الخامسة بتقول إنه إيران ما ينفعش تمتلك سلاح نووي ولازم يكون في حرية ملاحة جوه مضيق هرمز. ده شكله كأن ترامب هو اللي حط الكلام ده في الإعلان، بس السياسات دي كانت دايما سياسات أوروبية كمان. النقطة السادسة كانت الشكر التقليدي للمضيف. الشكل المختصر للوثيقة دي غالباً بينسبوه لترامب. الناتو عايز يبسط الأمور. ليه؟ والحقيقة عشان كده القمم دي ما بقتش بتستمر أسبوع كامل زي زمان. بس قبل ما تردد الكلام المعتاد، الوثائق دي لها قيمة حقيقية في الإشارة. هي مش مجرد تصريحات عن مدى قوة وتصميم التحالف. بالعكس، دي ترتيب لأولويات التحالف. وكمان تقدر توضح بشكل مقنع إنك مهتم أكتر بإكس عن واي. المشكلة إنك لو وضحت إنك مهتم ب80 حاجة، في الآخر هتكون بتوضح إنك مش مهتم بأي حاجة. فبغض النظر عن تأثير ترامب، الوثيقة المختصرة مفيدة لفهم أهداف التحالف الأساسية. وأخيراً هنختم النهاردة بمناقشة إيه اللي ما كانش موجود في نهاية إعلان القمة. خليني أقرأ لكم آخر جملة من هناك. إحنا بنطلع على اجتماعنا الجاي، مش نتطلع لاجتماعنا الجاي سنة 2027 في ألبانيا. في تقارير بتقول إنه الناتو مش هيعقد القمة السنوية السنة الجاية عشان يمنع ترامب من إنه يعمل مشاكل. ده ممكن جدا يكون القصد، وممكن جدا ده اللي يحصل فعلا. بس لو استمر الوضع الحالي في الالتزامات العسكرية، ممكن برضو يحبوا يعملوا قمة عشان يكرروا التأكيد على قدسية المادة 5. وأنا بختتم النهاردة. ممكن تكونوا استنتجتوا إني ما سافرتش للقمة السنة دي، مش علشان لما الأمين العام طردني من على المسرح السنة اللي فاتت كان بيطردني بشكل دائم من كل أنشطة الناتو. كان عندي بس تعارض في المواعيد منعني من السفر. السنة دي هقول إن الموضوع مثير للاهتمام لما بتشوف الحاجات دي من بره بدل من جوه. وإنت هناك فعلا مش بتقدر تشوف الغابة من كتر الشجر. عندي فهم أفضل بكتير للي حصل في قمة السنة دي حتى وأنا على بعد آلاف الأميال. الفرق إنك مش هتقدر تركز على التفاصيل المهمة زي جابوا رقم 5% منين لما تكونش موجود هناك علشان تتابع التفاصيل الدقيقة دي. وفي نفس الوقت عمر ما بيكون فيه تفاصيل دقيقة في نهاية الفيديوهات دي. غالباً بيكون بس أنا بفكرك بحاجة كويسة، زي خط المساعدة في الجيوسياسة على قناتي التانية. تقدر تشوفه لما تدوسوا على قائمة التشغيل هنا. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك بكرة. خلي بالك من نفسك.